حكاية شعبية طاجيكية: الثعلب والعنب. ذات يوم دخل ثعلب جائع إلى حديقة خضراء، فرأى فيها شجرة عنب مليئة بعناقيد العنب الناضجة والشهية. كانت عناقيد العنب معلقة عاليا، وكان منظرها يضيء العينين. أراد الثعلب بشدة أن يأكل هذا العنب. قفز الثعلب مرة ثم مرة أخرى، وقفز مجددا، ولكن مهما حاولت لم تستطع الوصول إلى العنب. وبعد عدة دقائق من المحاولات والجهد، تعبت الثعلبة وشعرت بالإحباط، وقالت لنفسها بغضب: هذا العنب لم ينضج بعد، إنه حامض، حتى لو استطعت الوصول إليه وأكلته لكنت مرضت. ثم غادرت بفخر، وكأنها لم تكن بحاجة إلى العنب أصلا. انتهت الحكاية. ما هو الدرس الذي استخلصته؟